جزء في شمال المغرب وجزء في جنوبه. جسده الحقيقي بدون عقل بشمال المغرب، وجسده الثاني بعقل بجنوب المغرب. لم يستطع استيعاب الفكرة وارتمى على يدي الشيخ يحاول تقبيلها، طالبا مساعدته في العودة إلى حاله الطبيعي. فقال له الشيخ: أغمض عينيك واقرأ سورة الملك من أولها إلى الآية 11. افعل ذلك 11 مرة وستجد نفسك في مكانك الأول. فأغمض زكريا عينيه فعلا، وبدأ بتطبيق ما أمره به صاحبه. بعد أن فعل ذلك شعر وكأن شخصا يدفعه من ظهره إلى الأمام، وبدون مقدمات وجد نفسه مرميا في غرفته. هيئ له أنه كان يحلم فقط، لكنه حلم حقيقي. لقد دخل إلى عالم الأحلام الحقيقية. استجمع قواه وأخذ ركنا في الغرفة وبدأ في التفكير فيما هو فيه، وأخيرا قرر التخلي عن الخلوة. لقد فكر في العودة إلى بيته وأهله، فنادى بأعلى صوته: يا حمزة، أخي حمزة. فأجابه حمزة: نعم يا أيها الصحفي، أنا قريب منك، هل تريد شيئا؟ فقال له: نعم، أخبر الشيخ أنني أريد التخلي عن الخلوة. فضحك حمزة بخبث وقال: لا يمكنك ذلك يا أستاذ، لقد دخلت إلى اليوم 7 وهو آخر يوم لك. ثم أردف قائلا: هل خفت أيها الصحفي الشيخ؟ كرر زكريا طلبه: أخبر الشيخ يا حمزة أرجوك. أجاب حمزة: انتظر لحظات. ثم بعد دقائق رجع حمزة وقال له: يقول لك الشيخ: لقد انشطر جسدك ولا يمكن العودة إلى الخلف أبدا، إما أن تكمل اليوم أو تغادر الخلوة وتتحمل أنت مسؤوليتك وما يحدث لك من كوارث. فكر زكريا مليا، ثم سمع آذان العصر، توضأ وصلى واستراح في جانب من الغرفة. بعد صلاة المغرب جاءه الخادم حمزة وبيده مجمر. هذا المجمر من الفضة وبه قليل من الفحم، وفي يده الأخرى قليل من الطقش أو ما يسمونه بالكوكي أو اللبان الخارق. وأوصاه قائلا: الشيخ يقرئك السلام ويقول لك قبل أن تقرأ الورد بعد الصلاة بخر بهذا البخور، وضع الرقعة تحت المجمر، وعند آخر خيط من البخور ارمي الخاتم في النار. أجاب زكريا: إن شاء الله، وفعلا نفذ ما طلبه منه الشيخ. وعند وضعه للخاتم بالنار سمع صوتا كالرعد بالغرفة، وسمع صوتا من أسفل المجمر يقول له: السلام عليك يا زكريا ابن فاطمة. فرد السلام وقال: وعليكم السلام. ثم زاد نور الشمعة الذي بغرفته، وظهرت له شابة جميلة باهرة الجمال، لباسها أحمر، وهي تقول له: مرحبا بك يا زكريا ابن فاطمة، أنا زخبيلة بنت ملك ملوك الجن الأحمر، ستكون زوجا لي ابتداء من اليوم، وسأضع تحت أمرك العون المعين.
تطلبه بالتصفيق 7 مرات، فإن فعلت يحضر أمامك. وسيكون لقائي معك كل ليلة ثلاثاء، أي بمعدل مرة في الأسبوع. ومباشرة بعد ذهابي جرب حضور العون المعين. ثم انصرفت زخبيلة فورا كالدخان. ثم مباشرة بعد انصرافها صفق زكريا 7 مرات، ثم ظهر أمامه فورا العون المعين قائلا: تحت أوامرك أيها الشيخ الكريم. فرح زكريا فرحا كثيرا، واعتقد أنه وصل إلى قمة المشيخة. أميرة من الجن زوجة له، وبمجرد التصفيق يحضر له الخادم يلبي كافة طلباته. أصابه الغرور. ثم خرج زكريا من خلوته وتوجه إلى الشيخ دون استئذان، ودخل عليه الغرفة قائلا: مولانا الشيخ، بوركت، لقد تمت خلوتي وسأغادر هذا المكان. لقد صرت شيخا مثلك تماما، وربما أقوى منك بكثير. وطبعا هذه طرق الصوفية، فكما يقول قائلهم: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله، يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع له. وهذا من عقائدهم الفاسدة ومنهجهم الضال. نعم، نظر الشيخ العكراشي إلى زكريا وإلى جرأته عليه، ثم انفجر ضاحكا وأردف قائلا: ما أغباك يا هذا، اغرب عن وجهي ولا ترني وجهك مرة أخرى يا نذير الشؤم. غادر زكريا المكان فورا، معتقدا أنه صار شيخا قويا. ثم غادر زكريا المكان فورا، ووجد زوجته وابنه يفتقدانه، فهما يظنان أنه كان بمهمة صحفية كالمعتاد. دخل زكريا إلى غرفته وانزوى في زاويتها، وطلب من زوجته عدم الدخول عليه. بعد أن أغلق الباب خلفه صفق بيديه 7 ليحضر العون أمامه. فعلا حضر العون قائلا: أمرك أيها الشيخ الكريم. جلس زكريا وقال: أحضر لي طعاما، وأحضر لي كثيرا من أنواع الفاكهة التي أحبها. فأحضر له العون ذلك بعد دقائق. خرج زكريا من الغرفة وقال لزوجته: حضري لي حماما. أخذ حمامه ثم قال لزوجته: لقد صار زوجك مهما للغاية. ثم دعاها إلى وليمته وإلى مائدته، لتستغرب الزوجة قائلة له: من أين لك هذا؟ لا أفهم شيئا. فأجابها: هو فضل من الله، وسكت. وبعد الأكل طلب منها مغادرة الغرفة وصفق 7 مرات. وحضر العون مجددا، فقال له زكريا: أيها العون، أريد منك المال، بل أريد منك أن تجلب لي مالا كثيرا وكنوزا، فأنا أريد تغيير حياتي وبيتي الصغير. أريد شراء سيارة، وأريد ملابس فاخرة. سمعا وطاعة أيها الشيخ الكريم، ولكن هناك شروط لأخذ ذلك المال الذي تطلبه. سأدلك على كنز وتقوم باستخراجه، وسأساعدك به وبالمال الذي تريده، ويغنيك وأبناءك وأحفادك إلى 1000 سنة ونيف. ولكن قبله يجب عليك زيارة شيخ الشيوخ لتأخذ منه الإذن. قاطعه زكريا قائلا:
وهل أنا لست شيخا؟ قال العون: لا بد من زيارة الشيخ جلول، وهو يقطن بمنطقة إغرم بالقرب من مدينة أغادير، وعند وصولك إليه هو سيعرفك وسيساعدك في الحصول على الكنز. فكر زكريا قليلا وقال: الأمر بسيط، وطلب من زوجته أن تجهز له بعض الملابس في شنطة صغيرة لأنه سيسافر إلى أغادير. أجابته زوجته بالطاعة، وجهزت له شنطته كالعادة وملابسه وكل شيء. ثم قصد صاحبنا زكريا قطار مدينة أغادير، ولم ينتبه زكريا إلى الأخطاء التي اقترفها منذ خروجه من الخلوة. وصل صاحبنا زكريا بعد سفر طويل إلى مدينة أغادير، وأخذ مواصلة خاصة إلى منطقة إغرم. ومباشرة عند وصوله لمنطقة إغرم سأل أحد الشباب أن يدله على منزل الشيخ جلول. نظر الشاب إلى زكريا في استغراب وقال له: هل تقصد الساحر جلول؟ أعوذ بالله منه، بيته هناك في أعلى تلك القمة، وهو البيت ذو الجدران المصبوغة بالسواد. فصعد زكريا إلى التلة، وقبل أن تلمس يده الباب لأجل التنبيه على وصوله، وجد بالباب يفتح نفسه بنفسه، وامرأة عجوز وراء الباب تقول له: تفضل يا زكريا، الشيخ بانتظارك. فبهت زكريا ودخل إلى المنزل، ووجد به رائحة غريبة ونتنة وكريهة، وجلود لحيوانات ميتة وغراب حي ينعق. دخل إلى غرفة الشيخ جلول. إنها غرفة صغيرة حيطانها مصبوغة باللون الأسود، وعلى الجدران رسمت طلاسم بالدم، وخلف طاولة وضعت عليها العديد من البخورات. رأى الشيخ جلول ذو 80 سنة خلف الطاولة. الشيخ جلول رجل طاعن في السن، التصق جلده على عظمه، وغارت عيناه في رأسه، ولكنه لا زال يتوفر على صوت قوي. نظر الشيخ جلول إلى زكريا وقال له: أرسلك لدي العون المعين. ثم ضحك. طأطأ زكريا رأسه وقال له: نعم يا سيدي، لقد أرسلني العون المعين. نظر الشيخ جلول إلى زكريا نظرة ثاقبة وقال له: جئت تريد كنز السنديانة. إنه كنز كبير جدا يا بني، به ياقوت وألماس وذهب، وبه سيوف من الذهب مرصعة بالياقوت، وفيه كذا وكذا. إنه يساوي الملايير بعملتنا الحالية. ثم ضحك وقال زكريا للشيخ جلول: سيدي، سآخذ ربع الكنز وأترك لكم الباقي. ضحك الشيخ جلول حتى غرقت عيناه بالدموع بسبب الضحك، وقال: الكنز هدية لك، أنا لا أريد أي شيء، لا يهمني المال ولا أي شيء، أنت الذي تريد المال. ثم أردف قائلا: يا زكريا، هناك 3 شروط لتحصيل الكنز. الشرط الأول: أن تشرب من الماء الذي يخرج من فم هذا التمثال. الشرط الثاني: أن تصلي إلى جهة المغرب وليس إلى جهة المشرق. الشرط الأخير: أن تذكر اسم الجلالة معكوسا 66 مرة. نظر زكريا إلى الشيخ جلول وقال له: وقد أغراه الطمع،
وهل إذا قمت بهذا سيفتح الكنز يا مولانا؟ أجابه الساحر جلول: بالتأكيد. فكر قليلا ثم قال له: أنا موافق يا سيدي. ضحك الساحر جلول بأعلى صوته مطربا، وأصابت زكريا رائحة نتن خرجت من فم الساحر. تساءل زكريا مع نفسه: يا إلهي، إنه يلبس ملابس قديمة رثة، ورائحتها تزكم الأنف، وبيته كأنه متصل بالمواسير، ورائحة فمه لا تطاق. أخذ الساحر جلول تمثالا من خشب كان بالقرب منه، ووضعه أمامه وقرأ عليه عزيمة، وقال بعدها: أيها الرب الكريم، أعطف على هذا العبد واسقه من ماء الحياة ليكون أحد أتباعك. وفورا خرج ماء نقي من فم التمثال، وطلب الساحر من زكريا شرب هذا الماء فورا وبدون تردد. وفعلا نفذ زكريا أمر الساحر، وشرب من الماء، ومباشرة بعد انتهائه من شرب الماء أحس بوخز قوي جدا بين كتفيه كأنه وخز الإبر، فأخبر زكريا الساحر بالألم الذي يشعر به. فقال له الساحر: ألف ألف مبروك، لقد تم قبولك. الآن فقط صل إلى اتجاه الغرب ركعتين، وبعدها اذكر اسم الجلالة معكوسا، وتعالى قربي بعد انتهائك يا زكريا. قال زكريا: سمعا وطاعة يا شيخي. فعلا نفذ زكريا الأمر، وحضر قرب الساحر جلول الذي عانقه وقبله، وقال له: ستحمل المشعل من بعدي أيها الشاب، أنت اختارتك الأرواح لتكون خليفة لي بعد موتي. سيكون تحت أمرك 1000 من الشياطين المسترقة للسمع، و1000 من الشياطين من خدام السحر، و1000 من الشياطين من المردة المعتدين. قاطعه زكريا قائلا: مولانا، أنا لا أريد هذا الجيش كله، أنا أريد الكنز فقط. نظر إليه الشيخ جلول بغضب وقال له: سوف تتبع الأوامر، وإلا سآمر الجن بجلدك حتى تفهم كلامي. خرج زكريا من بيت الساحر جلول وابتعد مهرولا هاربا، ولكن أحس بشيء غريب كلما ابتعد من بيت الساحر، فكان كلما ابتعد زاد الوخز بين كتفيه بشدة، وكلما رجع باتجاه البيت زال الوخز تلقائيا وتدريجيا. خرج الساحر أمام الدار ورأى زكريا يتلوى من الألم أمام بيته، فضحك بخبث وقال له: ادخل أيها الغبي، ستصبح غنيا وحاكما لعدد كبير من الشياطين، ولا تريد دفع ضريبة، هذا أمر مستحيل. دخل زكريا البيت وقال للساحر جلول: سيدي، لا أريد كنزا، ولا أريد جنا ولا شياطين، فقط أريد من فضلك وكرمك أن تزيل عني هذا الألم الذي أحس به بين جنبي. ضحك الساحر جلول بقوة وقال له: أتظننا نلعب يا هذا؟ وغضب غضبا شديدا وقال كلمات شيطانية، وأردف بعدها: اجلدوا هذا العبد الأحمق فورا. شعر زكريا بضربات السياط تنهال عليه من كل مكان، والساحر واقف يضحك بشدة. بعد برهة من الزمن قام زكريا من على الأرض وهو يزحف على يديه ورجليه قائلا للساحر جلول: شيخنا، إذا وافقت على ما قلت وصرت شيخا من بعدك،
ما الذي سوف أستفيد منه؟ نظر إليه الشيخ بمكر وقال له: أنت أحمق أيها الشاب، بل اسأل ماذا سوف تفيد.